عسلامة عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد وروتين جديد ودبارة جديدة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نبداو الفيديو نقول لكم فضلا وليس أمرا تشتركوا في القناة، واللي مازال ما يشتركش يشترك ويفعل الجرس باش يوصله كل جديد، وتبارتاجيو لي فيديو ما بين أحبابكم وأصحابكم. باهي جبتكم اليوم بتبارة دبارة بنينة. باش نعطيكم الوصفة الأصلية متاع اللازانيا. خذيتها من شيف طلياني معناتها بور. عندي غديكا لحم ما يقارب 400 جرام 450 جرام لحم بقري. خذيته من مونوبري. ديجا معناتها على غالب ما كفيتنيش الوقت باش نتعدى للجزائر. خذيته أمبالي. وعندي غاديكا 3 كعبات سفنارية متوسطين. تنجموا تربيوهم سينو بالأشواغ، أنا عملتهم بالأشواغ. وهذيكا خذيت كعبتين طماطم فرشكين كبار وزوز قرينات فلفل، هكا يبداو مزوزين شوية. وبيان سور لفاحات ملح وفلفل أكحل وفلفل زينة وكركم. وعندي البصلة باهي، صبيت الزيت والبصل وحطيت هذيا نمكسيوهم، راهو هذيك سر البنة. طماطم الفرشكة، كعبتين طماطم كبار وزوز قرينات فلفل، وهذوما 3 كعبات سفنارية متوسطين. ديجا شفتوهم كيفاش يبداو هكا أشي معناتها مرحين بالكدا. سواء تحبوهم رابي ولا بالأشواغ، أنا بالأشواغ خير لي. وحطيت حطيت اللحم، كل شي عملته على البارد، فهمتوا؟ هوني بنوتي قاعدة تعاون فيا. راهو حاجة باهي كي تدخلوا صغيراتكم معاكم للكوجينة، مش لازم اللي خلينا وحدنا وهما يقعدوا يلعبوا ولا يقعدوا في التلفزة، خاطر سورتو بنات حتى الأولاد راهو يعاونوكم هكا، تعملوا دقلة تعملوا حاجة. حسيلو هونيا خليت حطيت صوص لين هكا تسيب الماء متاعها شوية، ومن بعد زدتها مغرفة كبيرة طماطم مليانة ومغرفة صغيرة، ومرقتهم وخليتهم يطيبوا على نار هادية لين قرت زيتها. في الآخر زدتها راس ثوم بالملح، هاكا ديجا قار زيتها وطايبة في حقها معناتها. هذيا شوربة تجيب شوربة فريك تجيب أكوتي. وهونيا باش نتعديو للصوص بشاميل. صوص بشاميل ريفيزيتي. بون مش نعطيكم من المقادير بالضبط، أما أنا خدرت نعمل عيني ميزاني. حطيت ما يقارب متاع كيكة 50 جرام زبدة، عليهم 50 مليلتر زيت نباتي، وحطيت 3 مغارف مكومين فارينة. وخذيت كمية متاع حليب، عليها شطر الكمية متاع الحليب ماء. عرفش نقول لكم علاش الماء، خاطر كي تطيب تولي كريموز. نزيدها حكة الكريم فريش، وهونيا زدتها 200 جرام موتزاريلا، ومعاها 100 جرام غريير. انتم باش تشوفوها كونتيتي صغيرة مي بسم الله ما شاء الله. شوفوا ديجا من اول ما حطيتها شمت هكا ال شمت معناتها النار. شوفوا كيفاش راهو هذي تنجموا تعملوا بيها معناتها الكريم تشيز، تعملوا بيها معناتها هكا حتى صوص متاع بيتزا والكل. حاسيلو توا باش نتعداو للدغيساج متاع متاع اللازانيا. هذي عندنا لازانيا، عندي الباكو هذيكا، وعندي شوية معناتها عندي هكا شتر ولا كشتر باكو. حسيلو أول ما نبداو أول كوش نعملوها هكا الزيت الفوقاني هذيكا متاع اللحم، نحطوه هو أول واحد. صوص معناتها نعملو أول طبقة هي صوص
صوص بولونيز ونزيدوهم هكايا شوية بشاميل. شوفوا بسم الله ما شاء الله، هاكا التجبيدة متاع لي فروماج بالرسمي بنة 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 عرفتوا. هيك اللي توا نعملكم في المونتاج وتشهي على الآخر. مي راهي قوية، قوية بالكدا. راهو مش كيما تعملوه بالدجاج، كيما ماهوش نفس الجو وديما اللحوم البيضاء ديما أخف برشا من اللحم البقري والعلوش، فهمتوا؟ حاسيلو أنا نهار اللي عملتها معناتها بالرسمي اللي ياكل منها ما نجمش يكمل الطرونش متاعو. حاسيلو هنا نبداو بالطبقة الأولى، وكا حطيت طبقة، عملت صوص تشيز، البشاميل وفرشة لازانيا. بون أنا كيكا نكسرهم على خاطر ديجا البلاتو متاعي اوفال، فهمتوا؟ دونك لا نجم نعملها لا طويلة لا بالطول لا بالعرض. دونك نكسرهم باش نملى الفراغات. وعملت من بعدها طبقة فوقها طبقة بشاميل وبولونيز، وهكاكا نقعد نعملهم معناتها الورقات طبقة بطبقة، فهمتوا؟ وبيان سور الفور يسخن من الفوق ومن اللوطة، خاطر ديجا راهو كل شيء طايب، فهمتوا؟ جوست على اللازانيا وبرا معناتها، فهمتوا؟ ماهيش حاجة معناتها باش تاخد وقت كبير. المهم تكون حاجة تبدا سخونة مسبقة، فهمتوا؟ وكيما تشوفوا معناتها عرفتك اللي قعدت نعمل طبقة بطبقة وعملتها عالية. أنا راني ما نحبش اللازانيا اللي تبدا واطي، نحبها عالية باش اللي ياخذ ترونش ما عادش يحاول. خاطر بالرسمي قوية معناتها. وهنا ديريكت حطيتها في الفور. شوفوا بسم الله ما شاء الله. وهذه اللازانيا متاعي حضرت، نودكم ولا نشاهيكم بالرسمي بنة بنة بنة. الله غالب أذن عليا المغرب. بناتي بيان سور ما شاء الله عليهم حضروا معايا الطاولة هذيك بريكة حماتي حياتي. وهذه شربة الفريك. حاسيلو أذن عليا المغرب، وما نجمتش هذيك الصحن التونسي ما نجمتش نصور لكم معناتها الله غالب. مي بالرسمي جيت بنا 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 نودكم ولا نشهيكم. وهنا نكون وصلنا لآخر الفيديو، نقولكم شهية طيبة ومشاهدة ممتعة وبسلامة.